تفتكر لو عملت مصيبة أو دخلت على موقع مشبوه وأنت مفعل وضع التصفح المخفي انكوجينتو براوزر، مزود خدمة الإنترنت بتاعك أو حتى الجهات الأمنية مش هتعرف توصلك؟ هل بياناتك فعلا بتختفي ولا بتتسجل في مكان تاني انت متعرفوش؟ الإجابة على السؤال ده هقولك عليها في آخر الفيديو، وهتكون صادمة لناس كتيرة فاكرة نفسها في أمان. أهلا بيكم. النهاردة مش هنتكلم كلام سطحي، التطبيقات النهاردة بقت هي العمود الفقري لحياتنا. بنتكلم في أكتر من 250 مليار عملية تحميل للتطبيقات سنويا. تطبيقات بتدير فلوسنا، صحتنا، وحتى أسرارنا. وعشان كده لما تطبيق يوعدك بالخصوصية المطلقة لازم نقف ونحلل الكلام ده بالأرقام والوقائع. والنهاردة المريض اللي معانا على طاولة التشريح هو تطبيق انكوجينتو براوزر جو برايفت. التطبيق ده بيقدم نفسه كأنه الحصن المنيع، ماشي متصفح بيوعدك انك انت هتتصفح الانترنت بدون اي اثار، مفيش بصمات، مفيش جريمة، ماشي. فبيقدم نفسه ان هو الحصن المنيع، متصفح بيوعدك انك هتتصفح الانترنت بدون اي اثار. وتقنيا التطبيق بيشتغل بنظام زيرو لوج بوليسي، يعني سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات على الجهاز نفسه. يعني بمجرد ما تخرج الكوكيز، الهيستوري، الكاش ميموري بيتحذفوا فورا تلقائيا. التطبيق بيستخدم واجهة بسيطة وسريعة، وده ذكاء من المطور اندرويد بول، لانهم عارفين ان المستخدم اللي عايز يختفي مش عايز تعقيد، هو عايز سرعة وهروب. من الناحية التحليلية التطبيق بيوفر ميزة مهمة جدا اسمها ايجنت كوليكيجن، يعني بيخلي المواقع تشوف موبايلك كأنه جهاز تاني خالص، عشان يصعب عملية التتبع الإعلاني المعتادة اللي بتجري وراك في كل حتة. كمان في ميزة قوية جدا وهي فيديو داونلود المدمج، وهي نقطة قوية بتخلي ناس كتير جدا تستخدمه عشان تحمل فيديوهات من منصات ما بيسمحش المتصفح العادي بالتحميل منها. ولكن عشان أكون أمين معاكم لازم نكون واقعيين. التطبيق ده للأسف 60% من استخداماته حول العالم مش عشان حماية البيانات البنكية ولا حاجة زي ما بيتقال. التطبيق ده هو الملاذ الأول للمراهقين والأشخاص اللي عايزين يوصلوا للمحتوى للبالغين، محتوى الجنسي أو محتوى مقرصن وممنوع في بلادهم بعيد عن رقابة الأهل أو شريك الحياة. الميزة اللي بتخلي التطبيق ده يشتغل كآلة حاسبة وهمية أو كأنه يغير أيقونته، بيستخدم بشكل سيء جدا لإخفاء الخيانات أو الأنشطة غير القانونية. وأنا هنا مش بحكم عليك، أنا بشرح لك الأداة تتوظف إزاي في السوق. التطبيق بيسهل الوصول للمواقع دي بدون ما يسيب رابط واحد في سجل الهاتف، وده سلاح ذو حدين خطير جدا لو وقع في ايد طفل او مراهق. ونيجي بقى للكلام اللي يوجع، لو بصينا لتقييمات بلاي ستور وتحليل الكود بتاع التطبيق هنلاقي كارثة. تطبيق انكوجينتو يعني خفي، ومع ذلك الشكوى رقم واحد من المستخدمين هي الإعلانات. تخيل إنك داخل تتخفى فتلاقي إعلان بيطلع لك يغطي الشاشة كلها بصوت عالي. المستخدمين وصفوه بالأدواير، يعني برنامج إعلاني متخفي في شكل متصفح. وده غير إن النسخة المجانية بطيئة مقارنة بكروم أو إيدج، بالنسبة بالنسبة توصل ل30% في تحميل الصفحات التقيلة. وفي عيب تقني خطير لا يعلمه الكثير، تطبيق مش بيشفر اتصالك، يعني هو بيمسح البيانات من على موبايلك انت، لكن البيانات هي ماشية في السلك مبعوثة تكست بلين عادي جدا. يعني اي حد يراقب الشبكة يقدر يشوف انت بتعمل ايه، وهو بيحميك من مراتك، اخوك اللي بيمسك الموبايل بعد، لكن مش بيحميك من الهاكر اللي معاك على نفس شبكة الواي فاي. طيب لو عايز بديل حقيقي يحترم عقليتك ويقدم حماية فعلية، خد عندك القايمة دي. اولا تور براوزر، وهو الملك، وده مش بس بيمسح الهيستوري، ده بيعمل اونيون روتيتنج، يعني توجيه بصلي لبياناتك، يعني بيشفر اتصالاتك 3 مرات، بيدخلك من من 3 دول مختلفة للأمان الأقصى. وعيبه الوحيد إنه بطيء. عندك دوك جو او داك جو، التطبيق ده بيعمل بلوك لكل تراكرز او متابعين اللي بيجروا وراك بالاعلانات. سريع جدا ونضيف، وشركة محترمة بتحترم الخصوصية فعلا ومش بتتبع بياناتك. ثانيا فايرفوكس فوكس،
او فوكس، فايرفوكس فوكس، وده اللي بنصح بيه الاستخدام اليومي الخفيف سريع تبع مؤسسة موزاريلا الموثوقة، وبيمسح كل حاجة بضغطة زر واحدة بدون اعلانات مزعجة زي التطبيقات اللي بنتكلم عنها النهاردة. نرجع بقى لسؤال الاول الفيديو اللي سألته لك: هل الحكومة او شركة الانترنت مش هتعرف تجيبك لو استخدمت انكوجينتو براوزر؟ الإجابة هي لأ، هيعرفوا يجيبوك عادي جدا. بيخفي أثر الجريمة من أوضة نومك بس يعني من جهازك لأ. لكن كاميرات الشارع اللي هي سيرفرات مزودة بالخدمة ال ISP مصورك وانت داخل وانت خارج. ال IP بتاعك مكشوف وجهازك معروف، فما تخليش حد يضحك عليك بكلمة تصفح مخفي وتعيش في وهم. الأمان الكامل. لو استفدت من التحليل ده متنساش تعمل لايك والاشتراك عشان ما يفوتكش كشف الحقائق والتطبيقات الجديدة. سلام.